كان يا مكان، كان في أرض بعيدة مليانة زرع وورد وألوان مختلفة. كان في بذرة صغيرة نايمة جوه التراب، كانت كل يوم تحلم إنها تكبر وتبقى وردة جميلة زي باقي الورود اللي حواليها. البذرة دي كانت بتسمع صوت العصافير وريحة النسيم، وكانت تقول: إمتى أطلع للنور؟ إمتى أبقى وردة جميلة؟ لكن الأيام عدت، والشمس كانت تطلع كل يوم وتمشي من غير ما البذرة تطلع. الشتا جه والمطر نزل، وكل الورود كبرت إلا البذرة الصغيرة. صاحبة الحديقة قالت: البذرة دي شكلها مش هتنفع، لازم نزرع غيرها. لكن الجد العجوز قال لأ، أنا بحب كل زرعة أنا بزرعها. أنا هستنى شوية، دي بذرة صبر ودي بتاخد وقت، بس وقت لما يجي وقتها بتطلع أجمل وردة. وفعلا مرت الأيام، وجه يوم والبذرة الصغيرة حست بحاجة بتتحرك جواها. فضلت تهز التراب لفوق وتشد نفسها وتحاول لحد ما طلعت راسها للنور. وسبحان الله، لونها مش موجود في أي وردة تانية، وريحتها كانت بتهدي القلوب. وكل اللي شافها قال: ايه الجمال ده كله؟ سألوها: انت ازاي استحملت كل المدة دي تحت التراب؟ ردت البذرة وهي بتضحك وقالت: أنا كنت عارفة إن كل حاجة لها وقت، لكن كنت مؤمنة إن ربنا مش هينسى حتى لو كانت بذرة صغيرة. وفعلا ده بيعلمنا إن الصبر مش ضعف، وإن الصبر قوة، واللي يستحمل ويتعب بيشوف خير كتير وخير كبير في الآخر. حبايبي، توتة توتة، خلصت الحدوتة.